مساء الخير عليكم متابعيني الجمال، يا رب تكونوا دايما بخير وسعادة. عملتلك النهاردة طبق المطاعم الطعم الجميل البسيط ده. بجد الطبق ده هيلثي 100%. طعم وريحة المشوي في نفس الوقت بدون زيوت بدون قلي. عايزة أقولك الطبق يجنن. هوفر عليكي بقى إنك تبهدلي مطبخك، طلعي بقى ريحة الزيت ويبهدل الشقة. هعملك كمان الكريمة على الطريقة الأصلية، طريقة خاصة جدا للكريمة. تحسي إن انتي بتضيفي قشطة ويبن كريم، حاجة كده جميلة جدا، مش صوص بشاميل خالص. يلا نبدأ ونشوف أسرار مش هنشوفها في أي مكان تاني عشان نعمل الطبق الجميل ده. هنسمي الله ونبدأ وصفتنا النهاردة على طول. والمكونات الرئيسية البتنجان والفلفل المشكل، فلفل ألوان بقى، فلفل سبايسي زي ما تحبوا، بس لونوا قد ما تقدروا عشان القيمة الغذائية تبقى عالية. وأي زيت بيور مقدار معلقة بالظبط عشان أدي مجرد مسحة للصينية دي. اتفقنا إن وصفة النهاردة تبقى هيلثي 100%، فعايزين حاجات تكون مفيدة متكونش ضارة قد ما نقدر. نيجي بقى للبتنجان، نحاول إن احنا نقشره بالطريقة اللي تريحنا. أنا بحب أسيب كده خط من اللون الأسود ده عشان القشرة السوداء دي بتبقى غنية جدا جدا بالحديد، فكل ما سيبناها كل ما استفدنا أكتر، وفي نفس الوقت بتدينا منظر جمالي حلو. وبعد ما بقشر البتنجان ببتدي أقطعه بقى شرايح كده، بالطول بالعرض زي ما انتوا عايزين. أهم حاجة تبقى سمكها كبير شوية عشان لما تدخل فرن ما تنشفش وتبقى قوامها كده ضعيف. وهقولك ايه السر اللي تدخليها بيها الفرن، هي او اي حاجة تانية غير البتنجان، تطلع معاكي طرية وجميلة. هقولك السر ده واحنا شغالين. ده مقدار بتنجانتين. بعد ما رصيتهم كويس جدا بدي الفرشة بتاعتي مسحة، وابتدي اديها مسحة كده من فوق عشان لما اشغل الفرن تاخد كده لون جريل من فوق ومن تحت، من غير ما اقلب ولا اي حاجة يعني. هقولك على ابسط طريقة ممكن تشتغلي عليها. بعد ما بديها مسحة كده من الزيت نيجي بقى للصينية التانية، نفس المسحة دي هبتدي اوزعها على كل الصينية عشان نحط فيها بقى الفلفل. بشيل بس قلب الفلفل بالشكل ده وبقطعها بقى بالطول بالعرض، دواير، حلقان، شرايح زي ما انتوا حابين. وطبعا انتوا ملاحظين ان انا ملونة في الفلفل عشان ناخد قيمة غذائية اعلى. الفلفل الالوان بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى طعمه شوجر كده مسكر وجميل. والفلفل طبعا السبايسي ده لا غنى عنه في اي وصفة، وخاصة المسقعة. هي دي مسقعة مودرن شوية بس هتعجبكم جدا. اديت تنقيط خفيف قوي قوي من الزيت يعني، ما اديتهاش حتى معلقة زيت، مجرد نقط كده. وبالفرشة ببتدي ألمع الفلفل من فوق عشان ياخد لون جريل لما ادخله الفرن. هدخلهم الاتنين الفرن على نار عالية فوق وتحت، لازم الشواية والفرن يبقوا شغالين في نفس الوقت. تعالوا بقى نشوف الحشوة. شوية من الزيت، عليه بصلتين كبار، نص كيلو من اللحم المفروم، معلقة من الثوم، شوية من الفلفل الأسود. وبعد كده هضيف لها شوية من الكزبرة الناشفة، شوية من الجنزبيل، كمون أساسي طبعا دي مسقعة، ومعلقة من الملح. وهقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. معلقة السكر دي بقى بتنقلها في حتة تانية. طبعا بنتي بتلعب بالمعلقة يعني صغيرة على قدها، تبستي حبيبتي تبستي. وبعد كده هقلب كل ده مع بعض. قطيتين بقى مبشورين كبار حلوين كده. وبعد كده هضيف لهم نص كوباية من الصلصة، هتفرق جدا جدا. انا عايزة القوام بتاعي يبقى جوسي كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما ضفت الصلصة ابتدت تطلع كده يعني عصارة حلوة قوي. شايفين ابتدت تشكشك، هطفي عليها. تعالوا بقى نشوف الطريقة الصحيحة لصوص البشاميل او الصوص الابيض. معلقتين زيت، معلقة زبدة كبيرة، معلقتين كبار زي ما انتوا شايفين من الدقيق بمقدار 4 معالق من معالق الأكل العادية. وطبعا المضرب ده أساسي، لازم نقلب بيه بسرعة كده، إيد بتقلب وإيد بتضيف اللبن. المقدار ده عليه نص كيلو لبن. أنا حاطة لبن بخير وبقلب بسرعة جدا. النار لازم تبقى هادية جدا جدا عشان ما يكتلش معايا ويفك بسرعة. شايفين مع التقليب المستمر وإضافة اللبن ابتدى يدينا القوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين قوام ممتاز ممتاز. اعملوا بس الطريقة دي وهيطلع معاكم أحلى من كده كمان. ضفت بقى فاين ده مكعب، وابتديت أضيف له معلقة من الملح، معلقة صغيرة جدا. وما بحبش أضيف بصراحة فلفل أسود بيغمقه، فبضيف تاتش صغير كده من جوز الطيب بيديها تيست غير عادي. جهز معايا البشاميل. هبتدي بقى اطلع البتنجان من الفرن، شايفين خد لون جريل فوق وتحت. طبعا حطيت له فحميه اداني ريحه وطعم الشوي، هو والفلفل شايفين لونه جميل قد ايه.
تعالوا بقى نجهز الصينية بتاعتنا. صوص البشاميل أو الصوص الأبيض طالع يجنن. وزعته كده بالمعلقة وابتديت إن أنا أساوي أول طبقة من البتنجان. عايزة أقول لكم البتنجان تحفة. ناس كتير جدا اشتكت إن هي لما بتشوي البتنجان في الفرن بينشف منها. هقولك أنا إيه السر اللي يطلعهولك طري وجميل ومشوي فوق وتحت من غير ما تقلبيه بالشكل ده. بعد ما بتحطيه في الصينية بتشغلي الفرن على العالي فوق وتحت، لازم الشواية مع الفرن عشان ياخد لون الجريل ويطلع معاكي طري ومستوي وجميل كده. بعد ما حطيت الطبقة الأولى هبتدي أنزل باللحم المفروم بتاعي بالشكل ده. الصينية دي تاخد أقل من نص كيلو لحم مفروم، بس بصراحة أنا بحب المسقعة بشاميل اللي فيها لحم كتير وبتلظ كده، فأنا هضيف الكمية كاملة بالشكل ده. بيبقى طعمها بجد تحفة. أنا من عشاق المسقعة بالصوص الأبيض، بس بصراحة مش كل الناس بتحبها، يعني لا غنى برضو على المسقعة أم صلصة كده وخل وتوم. طعمها في منتهى الجمال. يعني أنا مثلا بحب الصينية دي جدا، أنا وولادي. جوزي بيحبها بالصلصة الحمراء اللي هي بالخل والثوم، فلازم أعمل دي وأعمل النوع التاني. فسبحان الله هي بتبقى أذواق، ولاختلاف الأذواق لبارة السلع زي ما بيقولوا. اديتها بقى فوق شوية الفلفل كده المشوي بطعم وريحة الفحم، وهنزل بالصوص أو الكريمة الخطيرة. تقولي دي بقى ويبن كريم، تقومي دي قشطة. بجد الصوص البشاميل طالع يجنن. امشي بس على الطريقة ويطلع معاكي مظبوط وأحلى من ده كمان. هديها بقى رشة كده خفيفة من الموتزاريلا أو أي جبن عندنا عشان يديها لون في الآخر وشكل جريل كده من فوق، وطبعا بيديها تيست حلو قوي قوي. بعد ما جهزت معايا ادخلها الفرن. برضو النار شغالة تحت وفوق الشواية مع الفرن على درجة حرارة متوسطة عشان تطلع في الآخر بالشكل الجميل ده. أنا ما حبيتش إن هي تبقى محمرة أكتر من كده، دي ترجع لك. معايا شوية من الروزميري كنت جايباه فريش، فقلت إن أنا أزين بيه الطبق وأضيف كده تيست حلو بيديها شكل وطعم جميل. الصينية ما شاء الله عشان لسه سخنة بتلوز زي ما انتوا شايفين جميلة. طبعا ده يرجع لنجاح البشاميل، طالع معانا كريمي وجميل جدا زي ما انتوا شايفين. هنطلع القطعة اهي. هقولك بس لازم تمسكيها كده من جنب بسكينة أو بأي مساكة أو بأي حامل تسنديها عشان تطلع معاكي مظبوطة بالشكل ده. شايفين طالعة مظبوطة ومتماسكة لأن أنا سبتها شوية تهدى. ما ينفعش تضيفوا أي حاجة فيها بشاميل أو تفرغوها في أطباق من غير ما تهدى شوية عشان تطلع معاكم متماسكة بالشكل ده. وزينتها بالروزميري أو أي نوع خضروات عندنا. الطبق بجد بيتكلم، تحس إن هو تحفة فنية في كل الألوان، في كل العناصر الغذائية، مفيهوش زيوت، من غير تحمير، طالع بطعم وريحة المشوي بجد يجنن. يا رب طريقتنا تكون عجبتكم، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.